في هذا الكون الشاسع الكبير جدا كاين بزاف ديال الناس زوينين، بزاف ديال الناس خايبين. في حياتنا كامل كنعرفوا الناس كيكونوا قريبين لينا، ولكن وجودهم في حياتنا ماشي ديما صحي. هاد الناس كنسميوهم العلاقات السامة. ولكن السؤال هو كيفاش كتأثر هاد العلاقات على النجاح ديالنا وعلى التقدم ديالنا، وشنو نقدروا نديروا باش نحميو راسنا. ولكن قبل ما ندوز الموضوع بغيت نسلم عليكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير ان شاء الله وبصحه جيده. كنشكركم بزاف على تعليقاتكم الزوينه وتشجيعكم الطيب في الفيديو اللي فات. ودابا يلا نبداو. اولا، العلاقات السامه ماشي غير هذوك الناس اللي كيعصبونا او اللي هذوك الناس اللي ما كنتفاهموش معاهم. السميه الحقيقيه كتكون في الطريقه اللي كنقصوا بها من قيمتنا، واللي كيمتصوا بها الناس هذوك الناس الطاقه ديالنا، وكيخليونا نشكوا في راسنا وفي الراي ديالنا وفي الاحلام ديالنا. هاد النوع ديال العلاقات كيخلي حتى شي حاجه اللي كنديروها ما كتوليش سهله، كتكون لي ثقيله. الابداع ديالنا كيهبط، التركيز ديالنا كيتشتت، الانجازات ديالنا كتولي قليله، حيت هما كيخليوك تحسي براسك انك فعلا ما درتي والو. هذاك الناس اللي ديري اي حاجه ما كيشوفوهاش، لا كيسدوا عينهم، هما كيغمضوا وكيغضوا الطرف ديالهم كما كنقولوا على الانجازات ديالك والاعمال ديالك اللي درتيها، باش ما يحسوكش بالانجاز. بغاو هما ديما يخليوك تحسي باللي انت ناقصه عليهم، وهما غيرة وحسدا منهم كيحسوك باللي انت ما درتي حتى شي حاجه. هاد النوع ديال العلاقات كتولي دماغك غير مشغول غير بالدفاع عن النفس. داك الشخص اللي كتلقي به وكيخليك ديما اي حاجه خصك ديما تكوني مستعده للدفاع عن النفس، يعني فيهم غير هذيك الحشيه الهضره، وخصك ديما تعرفي كيفاش تجاوبي. كيخليوك انه حياتك كتكون مركزه غير على كيفاش نجاوب، كيفاش ما نخليش ما نسكتش الى شي واحد حشا ليا الهضره، فهمتي؟ يعني كيخليوك تركزي على التفاهات في حياتك، حيت هما تافهين، بغاو حتى انت تولي تافهه بحالهم. ما كيخليوكش تركزي على الاهداف ديالك، ديما كتركزي خاصه الا تواصل الا تلاقيتي معهم كيفاش نبين لهم ولا كيفاش نجاوبهم. يعني كتلقاي راسك كتعطي الطاقه ديالك في شي حاجه اللي تافهه وثانويه في حياتك، اللي هو انه ما نسكتش او لا نرد على هذاك الشخص اللي استهزأ بيا ولا نقص من قيمتي. ولكن السؤال المهم هو كيفاش نتعامل مع هذه العلاقه السامه. اول خطوه هي نعرف بان هذه العلاقه سامه. ملي كتلاحظي انك ديما متوتره مع داك الشخص، ديما كتحسي بالذنب، ديما كتحاولي ترضيه، او ديما كيعايرك، او ديما كيتحكم فيك، ولا كيبينك باللي انت والو، يعني الا كتعودي على شي هدف ديالك ولا شي انجاز ديالك كيبدل الموضوع، ولا كيحاول بطريقه او باخرى يبدل الموضوع ولا يسكتك، فهمتي؟ او لا يضحك ويستهزئ بداك الانجاز اللي درتي. المهم تعرفي ان كما هذا الشخص راه العلاقه ديالو سامه، يعني الوجود ديالو في حياتك سام، يعني غير كيرجعك للور. هذه اول خطوه. ثاني خطوه نحدوا الحدود، يعني ندير الحدود بيني وبين هذا الشخص. ماشي خاصك تقطعي العلاقه مباشره، خاصة إلا كانوا هاد الأشخاص من العائلة أو اللي هما ناس ما يمكنش أنك يعني تقطعي العلاقة بهم، ولكن خاص ديري حدود واضحة بينك وبينهم. ماشي ضروري تجاوبي على كل شيء أو على أي سؤال عطاه لك، ماشي ضروري تشرحي كل شيء، تشرحي علاش أنا درت هكا ولا علاش أنا كتشرحي راسك علاش أنا طبعي هكا، إلا ما تشرحيش لهذاك الأشخاص. ماشي ضروري تخلي أي واحد يدخل في حياتك الشخصية أبدا. هذه ثلاثه ديال الحدود اللي خصك ديريهم. ثالث خطوه هي انه نقوي راسي، يعني تكون عندي مناعه ضد هاد الاشخاص، نركز على صحتي النفسيه، على الاهداف ديالي اللي هما اساسيه، على الناس الايجابيين في حياتي. يعني انا ندخل لحياتي الناس الايجابيين، والناس السلبيين ما عندي ما ندير بهم، ويعني ونعطي الطاقه ديالي في داكشي اللي غيفيدني. اما نعطي الطاقه ديالي في انه نجاوب الشخص والله راه حشا ليا هذاك الشخص الهضره كيفاش نجاوب عليه، يعني هذوك الاشياء كتلقاي راسك كتضيع الطاقه ديالك على والو، على تفاهات. حيت هذوك الاشخاص كون
كون نفعاتهم زعما هذيك الشخصيه اللي عندهم السامه، كون راه لقيتيهم كاع ما مسالينش زعما ما مسالينش لا عليك لا حتى شي واحد اخر انه يحشيو ليه الهضره، حيت هما فارغين في حياتهم، فارغين في دماغهم، مسالين للناس يحكموا عليهم شنو داروا شنو فعلوا، فهمتي؟ ومسالين حتى لهذاك كتلقاوهم متقنين لحشيه الهضره، متقنين للانتقاد، متقنين لانه انا وفي الاخر كتمشي ملي كتشوفي هذاك الانا كتلقاي باللي هو والو، يعني والو لا في دماغه، ما دار حتى انجاز في حياته صافي. واي واحد كيشوفو كيطور من راسو هو كيبغي يهبط منه، يعني كيبغي يبينك باللي نتيا ما درتي والو، باش فعلا تقولي واقيلا حتى ما درت والو، يعني حتى انت تحسي بهذاك انه ما درت والو، باش يبقى ديما كيشوفك بحالك بحاله، فهمتي؟ لذلك ما خصناش نركزوا على هاد الناس السلبيين وندخلوا لحياتنا الناس ايجابيين، ونركزوا الطاقه ديالنا على الاشياء اللي غتنفعنا. الرابع خطوه هي التقليل او الانفصال، اللي هي الا كان الشخص مجرد علاقه اجتماعيه يعني عابره، يعني شي صديقه ولا شي واحد تعرفتي عليه على برا، يعني الافضل الى لقيتي هذاك الشخص يعني سام وفي هاد الصفات تبعدي عليه، يعني بسلام ماشي بانتقام، تبعدي عليه وصافي وتخليه. ولكن الا كان من العائله كما قلنا ديري حدود وتحافظي على راحتك النفسيه، وانه التركيز ديالك والطاقه ديالك تمشي في داك الشيء اللي غينفعك نتيا في حياتك، ماشي يمشي في انني نرضي شي واحد اولا انني نجاوب على شي واحد، ولا راه هذا قلل مني اليوم خصني نقلل منه غدا، يعني كتشوفي راسك دخلتي في واحد الدوامه ديال والو، دخلتي في واحد الدوامه اللي ما غادي توصلك حتى شي حاجه، انك غير تبقاي في بلاصتك، بل بالعكس وتزيدي عليك امراض نفسيه والتوتر وكل شيء. في النهايه العلاقات السامه كتجرك اللور وكتعطل النجاح ديالك، وكتضيع لك الوقت ديالك اللي خاصك تستثمريه في الاهداف وفي المستقبل ديالك. ما يمكنش تبني مستقبل زوين وانتي محاطه بالناس كيهدموا ثقتك في نفسك. اختاري الناس اللي كيعاونوك تطلعي، حيت النجاح ماشي غير مجهود فردي، النجاح هو بيئه، هو ناس، وهو ايضا طاقه ايجابيه. خلاصه القول، الا بغيتي تنجحي في حياتك خاصك قبل كل شيء تختاري شكون يدخل لحياتك وشكون اللي يخرج منها. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون مفيد ليك. كتب لي في التعليق شنو بان ليك وشنو هو المواضيع اللي بغيت نهضروا اليوم مستقبلا، وما تنسايش دائما الاهداف ديالك اللي غتحطي قدام عينيك، ما تبقايش تسمعي الناس المحبطين اللي قال لك شي حاجه، قال لك ما درتي والو، قول ليه راه انت وري لي شنو درتي في حياتك، قول لي يعني ما تنتقدش، راه نشوفك انت شنو درتي، عاد اجي انتقدني. ركزي على الاهداف ديالك واستمري، والاستمراريه هي النقطه اللي هي مهمه في اي حاجه. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وبسلام عليكم.